السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ معاكم النهاردة أحلى وصفة للشوكولاتة، وهي الشوكولاتة الكامقة. الشوكولاتة الكامقة ده بتحتاج معانا حليب محلى مكثف. طبعا الحليب المحلى المكثف ده لو كلنا جربناه قبل كده طعمه جميل جدا، بدون أي شيء عليه، هو لوحده طعمه جميل. هو غالي شوية ولكن طعمه ممتاز. الحليب المحلى المكثف ده بنجهزه في طاسة عشان ننزل بيه على النار، وبنحتاج منه 240 جرام. طبعا الوصفة ده أهم حاجة المقادير بالميزان. 240 جرام حليب محلى مكثف، وننزل بيهم بطاسة على النار، نار هادية، ونبدأ نقلب في الطاسة في الحليب لما يظهر معانا فقاقيع. نشتغل الطاسة مع النار وننزل بالحليب في طبق، وهنحضر معانا 100 جرام من الكاكاو، ويا ريت يكون كاكاو غامق عشان يظبط معانا الوصفة. أنا حضرت 100 جرام من الكاكاو، ولكن هنزل بيهم تدريجيا على 3 مرات، بحيث ان هو الكاكاو لما بينزل على الحليب بيتقل معانا، او الشوكولاته بتتقل معانا واحده واحده. انزل تدريجيا على مرتين او ثلاثه، كل مره اقلب كويس، واهم حاجه انخل الكاكاو عشان بيبقى فيه تكتلات في الكاكاو ما تظهرش معايا في الشوكولاته. طبعا الوصفه دي نهايتها ممتازه، ولكن اهم حاجه تفاصيل الوصفه. يعني ما ينفعش نعمل كاكاو من غير المصفى اللي بننخل بيها، وما ينفعش نحط الكاكاو كل مرة واحدة. شايفين بيتقل معانا ازاي؟ اهم حاجة السمك ده يا جماعة، كل ما يتقل معاك كل ما تظبط معاك، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا بنعمل شوكولاتة بالحليب المحلى المكثف. وبنعمل ايه؟ وبعد ما توصل للنتيجة، شايفين النتيجة التقيلة دي، نبدأ نحطها في طبق معانا، وهندخلها التلاجة تقريبا. قعدت معايا حوالي ساعتين، من ساعتين لثلاث ساعات. طلعتها من التلاجة وفي الآخر قطعتها، وكان طعمها المفاجأة. بصراحة كانت مفاجأة بالنسبة لي، حاجة تحفة. أنا لما قطعت الشوكولاتة دي أنا فكرتها إن هي هتبقى شوكولاتة عادية، مجرد كاكاو وحليب، ولكن بصراحة ذهلت من الطعم بتاعها. ومش بتحتاج مننا وقت نهائي، وصفة سهلة وبسيطة جدا، ولكن أنا شايف إن هي أهم حاجة فيها المقادير عشان تتناسق مع بعضها وتطلع كويسة. وده كان التقطيع، ساعة التقطيع معلش النت كان ضعف مني شوية، فده ساعة التقطيع. وفي الآخر بعد ما نقطعها بنرش عليها شوية كاكاو بمصفى، وده كانت النتيجة النهائية ليها. ما شاء الله تحفة.